لما رحت الكنيسة سنة 79 سنة 80 لقيت راجل يخش الكنيسة عشية يجي قداس يجي أي اجتماع يجي. حلو، راجل حلو قوي ما يغيبش الكنيسة أبدا. فالمهم أقول له يا فلان فضل لك حاجة تتناول؟ يقول لي إن شاء الله، ويضحك كده يبتسم حلو ابتسامة حلوة يقول لي إن شاء الله. ما يتناولش. طب أنا بعدين أنا عايز أناوله الراجل ده. المهم مرة في مرة مش عايز يتناول. سنة عدت سنتين عدت وأنا ملاحظه ما يتناولش. فجيت بقى بعد كام سنة كده عايز أقول له أنت مش بتناول ليه يا عمي؟ قول لي مش بتناولش ليه؟ فالمهم قلت له أنت بتتناول في حتة تانية مع أنك بتحضر معايا هنا، بتتناول في حتة تانية؟ قال لي لا. فضحك برضه قال لي إن شاء الله هتناول. ما تناولش. طب أنا خايف عليه، راجل كويس قوي ومش غايب على الكنيسة خالص، طورك إيه يعني؟ الراجل ده وهو شاب أخطأ زنى، وقع في خطية الزنا يعني. والشيطان حط قدامه اليأس، قال له أنت لو اتناولت التناول ده يقولوا عنه زمان كان ينبهوا في الكنائس يخوفوا الناس بيه، في الصعيد بالذات يخوفوا الناس يقولوا التناول نور ونار. وكان في اعتراف زمان الشماس يقولوا، زمان كان في اعتراف صعب قوي الشماس يقول اللي يتناول يبقى جاهز وتمام 100%، اللي مش جاهز يبعد لألا يحترق بنار اللاهوت. الآباء طبعا خففوا العملية دي لأن لو كله كده ما حدش هيتناول. فهو العبارة دي قال لك ده نور ونار، نور للأبرار ونار لمين؟ للأشرار. كل ما يتقدم عايز يروح يعترف ويتناول الشيطان يقول له هتتناول ازاي؟ انت نسيت ان انت زاني؟ تتناول ازاي؟ هتتحرق. فاداله الشيطان يأس ان ما يتناولش، خلاه يأسان بس. فقلت له تعالى بقى انا هناولك. مش انت الخطية دي عملتها سنة كام؟ قال لي كان عندي 20 سنة. دلوقتي عندك كام سنة؟ قال لي عندي 62 سنة. بقالك 42 سنة عايز تتناول والشيطان ضربك باليأس مش قادر تتقدم. قال لي انا خايف اتناول، كل ما اجي اتناول يقول لي هتحرق. قلت له لا مش هيحرقك ربنا، تعالى الرب قال اعترف وتوب، وانت تبت خلاص. عملت تاني خطية دي؟ قال لي من وانا 20 سنة ما كررتهاش. قلت له خلاص اديته الحل وتناول. كل قداس اصبح يتناول. قعد سنتين كده ومواظب على التناول، فرحان بالتناول، وسافر لفين؟ سافر للسماء. يا ناس في احبائي ناس حلوه جدا وجميله جدا، خايف يتناول الشيطان بيضربه باليأس. لا ما تيأس، اوعوا حد فينا ييأس من رحمة ربنا.